كل يوم نقول لنفسنا هنتغدى ايه النهارده، هنتغدى ايه النهارده. فالنهارده جبت سمك بربون محترم وفريش قوي، وغسلته ونضفته طبعا وتبلته التتبيله المعروفه، وعملت رز ابيض، وعملت طبق سلطه وطبق بطاطس محمره. وده كان غدانا النهارده. ما خدش وقت في العمايل خالص خالص خالص، وسهل جدا، وحاجه بتدفي وجميله قوي. وكمان ما بتقفيش وقت كتير في المطبخ. جبنا السمك بتاعنا الفريش الجميل ده بربون حلو قوي، وغسلته ونضفته وتبلته بالتتبيله المعروفه، توم مع فلفل اخضر مع ملح وفلفل وكمون وكزبره وليمون وخل وسنه شطه. وبعد شويه سبته شويه في التتبيله حوالي نص ساعه كده، وركنته في التلاجة، وبعدين طلعته تبلته بالدقيق وبدأت احمره. طبعا الاكله كلها وانت واقفه كده بتاخد ساعه الا ربع. بتعملي حله الرز بتاعتك، بتعملي طاسه فيها بطاطس، بتحمري طاسه تانية فيها السمك، وبتعملي السلطه. بتاخدش وقت خالص. حمرنا السمك الجميل ده، وكمان عملنا طبق بطاطس جميل محترم، بس طبعا ده في طاسة وده في طاسة. وكانت كل حاجة متجهزة مسافة ساعة الا ربع، وبدأنا نغرف. كان ممكن أعمل رز صيادية، بس طبعا الرز الصيادية هيبقى تقيل شوية مع السمك المقلي والبطاطس المقلية، فحبينا ناكل أكلة خفيفة النهاردة. وفي الآخر طلعت الأكلة اللذيذة الظريفة دي. ايه رأيكم فيها بقى؟ غدانا النهاردة كان كده. ايه رأيكم فيه بجد؟ جميل وبيدفي وسهل وما بياخدش أي وقت خالص خالص خالص. ألف هنا وشفا، وجربوه يا جماعة. ومش مش شرط، ممكن في ناس ما بتحبش السمك البربون. أي سمك تاني. أسهل أكلة في الشتاء هي السمك، سواء مشوي سواء مقلي، أي حاجة. مطبخ سوسو عطية بيقول لكم ألف هنا وشفا.